وجانب حاد عنيف سلبي مش غله. عند الاعلان بالاذاعه المدرسيه عن حصول احد اصدقائك على جائزه المركز الاول في الالقاء، صفقت تصفيق حاد. ليه يا اخويا؟ حبيبي انا بسقف بيه ده من بره صح؟ الله يا اخويا يا كلب البحر يا جميل. الراوتر وافتحه تاني. رجال التانية سنة واهلا بيكم في فيديو جديد وملخص ضرب نار. ده لا انت بتعمل ليه كده؟ انا منفعل. ايه ده؟ ايوه، ما هو الانفعال هو التغير في السلوك المعتاد. انا متعود على حاجة ان مستر ابراهيم ده بيبدأ هادي كده ورايق تلاقي حاجة مختلفة، انفعال. الانفعال بقى بيختلف، ممكن فرح، سعادة، حزن، ضيق، غضب، خوف، لكنها تصرفات، انها الانفعالات. ايه الانفعالات؟ قبل ما اقول لك ايه الانفعالات، فانت على اليوتيوب عندنا هتلاقي تحت في الديسكريبشن لينكين، لينك فيه كل ملخصات الحل بتاعتنا بنحل ازاي، وطبعا ده ملوش علاقه باللي بنقوله في الحصص، وكمان فيديوهات الملخصات كامله تقدر ترجع لهم وتشوف اللي انت عايزه. عشان هسالك دلوقتي سؤال مهم، فرق لي بين الحافز والحاجه والباعث. والحافز الدافع، الحاجه الحافز والباعث، تنساش اسمك. بص يا صاحبي، قال لك بقى ايه الانفعال ده؟ قال لك دي حاله وجدانيه نتيجه اعاقه السلوك او التفكير المعتاد. يعني انا نايم مثلا وحد دخل على انت نايم، نايم، ده سرير وانا هنا نايم، ده اسمه انفعال. انتوا عصبتوني، مركز في موبايلي وحد بقول لك ايه، بقول لك يا عم سيبني، ده انفعال. ليه بقى؟ عشان هو غير لي التصرف اللي انا متعود عليه. حتى لو انا متعود على حاجه صوتها عالي يحصل انفعال. يعني تخيل معايا ان انت في فرح كده وعمال تتكلم مع اللي جنبك وتقول له بقول لك ايه، احنا بعد الفرح هنروح، وفجاه السماعات تسكت. يا دي الفضيحه، يا دي المنظر، وانت بتكمل كلامك كده. مش هقول بقى انت كنت بتقول ايه، بس المهم ان الانفعالات دي ليها 3 جوانب رئيسيه بتتثبت معاها وبترتبط معاها. جانب فسيولوجي داخلي، دي التغيرات اللي بتبقى جوه جسمنا زي سرعه ضربات القلب. يعني انت تبقى قاعد الكراش تعدي تبص عليها كده تلاقي نفسك بوم 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 بوم. اللي من جوه ده، الخوف ده، يا سلام. الحركات بتاعت القلب دي، يا سلام. ده اسمه جانب فسيولوجي او داخلي. في بقى جانب اسمه الجانب الشعوري او الخبره الذاتيه. انت تقديرك للموقف ايه اصلا؟ انت فارق لك الشخص ده ولا مش فارق لك؟ لو مهتم هيحصل جانب فسيولوجي وبالتالي جانب ظاهري، لو مش مهتم مش هيحصل لا الفسيولوجي ولا الظاهري. ايه الجانب الثالث بقى؟ هو الظاهري الخارجي اللي بيبان عليك. دي التغيرات اللي بتظهر على الجسم، شكل بقى وشك، العرق، اللجلجه في الكلام، الحاجات دي كلها مظاهر. يبقى في من جوه وفي من بره وفي درجه تقدير للموقف. بعد كده هنتكلم عن فوائد الانفعالات. ايه ده، هي الانفعالات مهمه؟ قالك طبعا، ده هتساعدنا على ان احنا نفضل نحب بعض ونحافظ على كيان الاسره كده والبيت والعيله ايه ده، ازاي ده؟ طبعا لما الاقي شخص خايف عليا مثلا هحبه. كمان يا صاحبي التعبيرات الخارجيه على الوش دي بتساعدنا على التواصل مع بعض، ندي لبعض استجابات. يعني وشك باين عليه، مالك؟ مفيش، هتلاقي نفسك بتسال والتاني بيهتم يقول لك. واحد قاعد فايه مال حزين باين عليه، واحد بقى قاعد اهلا ايه سعيد بيبان، فانت هتروح تديله الشكل اللي هو مستنيه منك في العلاقه دي في اللحظه دي. ما تروحش الواحد وتغتت عليه وهو سعيد مثلا وتقول له اخبار وحشه، زي الستات كده لما بتروح للرجاله وهم بياكلوا يبقى قاعد بياكل كده ومبسوط، بقول لك ايه، ما مش وقت بقول لك ايه ده. الحاجه الثانيه بقى بيقول لك كمان انه بيعد قوه دافعه لتنظيم تصرفاتنا. يعني مثلا ساعات اخاف فجري اجري اهرب، ده يحافظ على حياتي، لان الانفعالات بتدينا الطاقه، الادرينالين، الطاقه اللي هكمل بيها. طب حلو الانفعال ده، طب احكم عليه ازاي بقى؟ من اسمه؟ يعني هل الفرح حاجه حلوه؟ قال لك لا، مش من اسمه. امال هنحكم ازاي؟ قال لك من نتيجته. يعني ايه؟ قال لك ممكن تبقى فرحان في واحد انت شمتان فيه فبالتالي الفرح مش حلو. الخوف حاجه وحشه، لا انت خفت فجريت من تعبان مثلا وبقيت عايش ما متش، يبقى بالتالي احنا هنحكم بالنتيجه. حلو ده. تعال بقى نتكلم عن النضج الانفعالي. بس قبل ما اروح للنضج الانفعالي هسالك سؤال مهم جدا. لو تكتب لي في الكومنتات كده ازاي افرق بين المجالات التطبيقيه لعلم النفس، يا سلام تبقى برنس. وبالمره صاحبي اكتب لي فروع علم الاجتماع افرق بينهم ازاي. هو سؤال طويل بس انت هتدوق دول. تعال بقى نتكلم عن النضج الانفعالي. قال لك والله الشخص الناضج ده
في سمات اساسيه كده بتخليه مختلف. ان مبدئيا العواطف ما بتسيطرش عليه، ما بيبقاش عنده ميول معينه. راجل رايق، مش اي حاجه تافهه تحركه. ايه راسي كده، عيل كاريزما. وبمناسبه الكاريزما هنعمل لكم حلقه طرش في المطبخ النفسي عن الموضوع ده، انتظروها. كمان يا صاحبي هيقول لك التعبير عن الانفعالات بصوره متزنه. ما بقول لك راجل كاريزما كده عادي، برنس. كمان يا صاحبي بيتحمل الحرمان ويأجل اللذة لوقتها. يعني تبقى قاعد كده شايف كوباية المانجا اللي هي فاهم محطوطة على الترابيزة كده وانت في رمضان هتموت وتشربها، بس هو صايم، فامسك نفسي لحد ما الأذان يأذن. جه الضيوف قاعدين انت فاهم الجاتوه محطوط كده وانت عايز تمسك جاتوهايه، بس لما يمشوا فاللحظات دي بتأجل لحد وقتها. يقول لك ولا ان الحلال اجمل سانتظر، ولا ايه الله. كمان يا صاحبي بقى هيقول لك طب حلو حوار الانفعالات ده، افرق بينها ازاي، اتكلم عنها ازاي، ايه علاقتها بالتوافق. وتخلي بالك من التوافق ده عشان نزل لك من منهج ثالثه ثانوي وهتشوف الملخص اللي جاي. وبمناسبه سنه ثالثه هتقول لي ايه، اقول لك مفيش ولا اي سؤال ولا حاجه، انا بنكشك بس. تعالى بقى يا صاحبي واقول لك حاجه، فرق لي بين مناهج علم النفس تحت في الكومنتات. وبدل ما فرقت مناهج علم النفس، فرق بين مناهج علم الاجتماع. انا عارف انه سؤال طويل بس معلش انت قدها ودود. تعالى بقى نتكلم عن الانفعال من جنبين، جانب معتدل ايجابي وجانب حاد عنيف سلبي مش غيره. ايه الجانب الايجابي؟ قال لك يا ده بيزيد خيالك بقى وينشطك كده وتلاقي سكر حلوه الدنيا، سكر مندمج جدا، حضرتك مبسوط، بتتفاعل مع اللي حواليك، افكارك بتطلع بسلاسه مش باربعه. افيه سخيف افيهات مدرسين جدا زي شبه فيديوهات الحل كده، حاجه صعبه مش قادر. بس لما تكون حاجه بقى الانفعال جميل مناسب معتدل لذيذ، تلاقي نفسك جميل كده، دماغك حاضره، بتفكر، بتعمل، مبسوط يا اخي. اما الانفعالات السلبيه اجرك الله بتوقف لك دماغك، يقول لك بتعمل تشوه وادراك، تلاقي نفسك مش فاهم، مش فاهم حاجه. ازاي مش فاهم حاجه تتقال لك تفهم حاجه ثانيه، اصل بكرهك يا. كمان بتخلي ما عندكش قدره على التذكر، الامتحان شغال فانت مش ايه، يا لهوي انا خايف انا هسقط، يخرب بيتك ما انت كده هتسقط. كمان بتخليك تتجه لسلوك غير مهذب، غالبا بتبقى قليل الادب، بتتكلم باسلوب فج كده وزباله. وكمان بتبقى فريسه للاستهواء، الشائعات ان حد يقول لك حاجه فتمشي وراها وتسمع له. ده فلان غلط فيا، ده انا هروح افرج عليه الناس. مالك يا عم، اهدى يا عم، اهدى مالك. واي حد يقول لك حاجه تسرح كده، ما تبقاش زي الخروف بتسرح. اخر حاجه بقى هي الجمود الفكري، يعني دماغك تقف، تعصب، دماغك تقفل، ما تعرفش تستوعب حاجه جديده. رجاله تانية ثانوي الانفعال هنحل الاسئله بتاعته كلها. بس قبل ما نبدا في لينكين تحت، لينك فيه كل الفيديوهات اللي فاتت بتاعت الملخصات، ولينك فيه كل فيديوهات الحل اللي فاتت برضو هتلاقيهم معاك. وطبعا لسه هينزلوا تقدر تتابع من عليه كل حاجه. ولو انت على اليوتيوب اهلا بيك طبعا. تعال بقى نخش على الحل. بيقول لك نشرت احدى المجلات الاوروبيه دراسه تفيد بان الشخص الغاضب دائما تزيد فرصه اصابته بالسكته الدماغيه بمعدل 3 أضعاف، ومقارنة سكتة دماغية دي مشكلة جوانا. يا سلام عليك يا فيسيولوجي. بيقول لك حالة تأتي للفرد بصورة مفاجئة. يبقى انفعال، ما احنا في درس الانفعال. ايه الأسئلة دي؟ السؤال الثالث. طب ارجع للي بنقوله في الحصص والملخصات، مش تعرف احنا بنحل ليه. بيقول لك ثبات لاعب كرة قدم أثناء المباراة رغم إهانة الجمهور ليه، وعمالين يقولوا له انتوا عارفين مش هينفع اقول الهتافات دي، طوال الوقت واستمراره في اللعب دون الالتفات ليهم اصلا، يحقق الراجل ده هادي راسي نازك جامد طحن فحيط عنده نضج انفعالي. الراجل ده يقول لك الحاجات دي تافهه بالنسبه له، لا تتلاعب بيه المثيرات التافهه، ما بتفرقش معاه. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك اثناء تدريب السباحه في النادي فوجئت بوجود طفله بتظهر عليها علامات الخوف، باين عليها بتظهر عليها
نكمل بس عشان نتأكد. جميل، يبقى دي تخدم عملية التخاطب. السؤال الخامس: الغيرة انفعال مركب من حب التملك والشعور بالغضب، وعادة لا يعترف الفرد بالغيرة. أنا غيران؟ مش باين غيران؟ مفيش غيرة إيه؟ أنت قصدك إيه؟ لا 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 خالص خالص، أنا لا 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 غيرة إيه يا ابني؟ أنا مش في دماغي، مش في دماغي خالص. وأنت طبعا عمال في دماغك، أنت فاهم، دماغك بتولع من جوه زي ما عمل الدحيح كده. يقول لك انفعال مركب من حب التملك، لكن هو الراجل ده ما بيقولش. طبعا الموضوع ده بيقول لك انفعال نوعه ايه؟ ده انفعال سلبي مش حلو. سؤال 6: تعنيف الام لطفلها ولا هضربك عند قيامه بتكسير لعبه والقائها من الشباك تجعله يتوقف عن هذا هتتضرب تاني. بص خد بالك ان دي بتعتمد على التواصل، التنشيط والاستمراريه والكلام ده هناك في الدافع. اكتب لي خصائص الدوافع والوظائف. شوف اجابتك تحت في الكومنتات. السؤال السابع بيقول لك: بعض الاشخاص الذين تنتابهم حاله عصبيه حاده لا يستطيعون التنفس بسهوله. التنفس ده منين؟ التنفس ده منين؟ اوعى تقول لي ما انت بتنهج، ما تروش. التنفس من جوه. فرق لي بين الثلاث جوانب بتوع الانفعال. ثلاث جوانب، الثلاث جوانب والاربع سوالف. السؤال الثامن: اللاعب المهتم بالفوز بالمباراة ينتابه القلق على نتيجتها قبل بدايتها ليستمر حتى اللحظة الأخيرة، تديله باور إنها تقوي الدافع. السؤال التاسع، كل ده سؤال: في أحد المطاعم الضخمة فوجئ مدير المطعم بثورة أحد العمال وادعاءه بأن كل المأكولات المقدمة فاسدة وهتجيب لنا تسمم وهرفع عليكوا قضية يا ولاد الناس. طبعا ده بيقولك لازم تكون ناضج وعندك ضبط نفس واتزان عشان تحافظ على سمعة المطعم يا ولد. السؤال العاشر: بعد أن سعى أخوك الكبير للحصول على الوظيفة اللي كان بيحلم بيها وراح يتقدم بأوراقه وعشان يشتغل، قابل مدير الشغل فواجه زحمة مرورية استمرت لوقت كبير. الراجل وصل انهمرت دموعه قعد يعيط. الراجل كده عمل ايه؟ قال لك دي فوائد كلها مهمة هنا 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 ما عدا دي، ما عدا التواصل بين الناس. سؤال 11: إن الشخصية السوية وحالة الاستقرار النفسي غاية ينشد كل شخص الوصول إليها بحيث لا يطغى فيها جانب على حساب جانب آخر. مفيش حاجة تعلى عن حاجة. يبقى بالتالي احنا بنتكلم ان انت تبقى متزن، راجل ماسك نفسك كده. بقول لك اكتب لي سمات النضج الانفعالي تحت في الكومنتات، ما تنساش اسمك. السؤال 12: الحياة بدون انفعال تصبح راكدة وتتعقد معانيها، فالانفعالات شأنها شأن الدوافع البيولوجية توجه نشاط الكائن الحي، وبالتالي فهي محركة ليه، بتديك القوة. محركة يبقى قوة دافعة. سؤال 13: ذهب اثنين من الأصدقاء لتقديم أوراقهم لمكتب سفريات للعمل بالخارج، فعلم واحد منهم أنه تم رفض طلبه فحزن كثير وسرعان ما تغلب الحزن عليه قدر يعدي الحزن وشعر بالسعادة. ده رفض طلب صديقه أيضا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيناقض ايه؟ الراجل ده ماشي غلط، الراجل ده مش فهمان، ده بيناقض التحرر من الاتجاهات السلبية، ده اتسحل فيها، طلع من حزن لشماتة. يعني حاجة يعني اللهم لا اعتراض يا رب ليه، على رأي الفنان القدير اللي ملوش عازة مجدي شطر. سؤال 14: كلما شاهدت أختك أو شاهدت أختك الصغيرة القطط خافت فزعت. ليه يا بابا؟ بينما صديقتها بالحضانة بتلعب معاها. ليه؟ لأن ده في فرق في الإدراك، نفس الحاجة وكل واحد بيفهمها بشكل جانب إدراكي. الغضب إذا استمر وقوي فإنه يصل إلى فعل تخريبي وقد ينتهي إلى انحراف نفسي. هتبقى مندفع وتعمل حاجات غلط. سؤال 16: عندما ينهمك لاعبو كرة القدم بالملعب في الدقائق الأخيرة للحصول على هدف الفوز ينتابهم الشعور بأنهم داخل حمام السباحة عشان بيبقوا عرقانين.
عرق العرق عرق 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 عرق. سؤال 17، ما تقوليش العرق خارجي عشان ما احبدكش بحاجه. سؤال 17 بيقول لك اظهرت دراسات الباحثين ان سلوك التحيه عند الالتقاء بصديق في بعض البلدان يكون عن طريق التفاته بسيطه. عارف تبقى ماشي كده في الشارع ده فاهم ايه ده؟ السلام عليكم. ايه يابا في ولا احنا كمصريين بنديها حواجب؟ عارف انت تبقى ماشي بترفع للتاني حواجبك كده. فده جانب ايه؟ احنا هنا بنستخدم جسمنا. سؤال 18، ظهر على وجه مديرك الغضب الشديد لتباطؤ العمل كده، الدنيا واقعه كده، فشدوا حيلكم يا رجاله، عندنا مواعيد تسليم، في تارجت لازم نشد حيلنا عشانه. يبقى كده بيتكلم عن قوه دافعه لتوجيه السلوك بايجابيه. سؤال 19، تساعد اخيك الصغير في بعض المواد الدراسيه وتجده يجيب على كل الاسئله ولكنك تندهش عند رؤيه نتيجه الامتحان وتجده راسب وتتوقع ان يكون ذلك نتيجه لقلقه من الامتحان. انت فاكر ان هو كده، ده يبقى عنده اضعاف في التذكر، الراجل قلقان فبينسى المنهج. سؤال عشان اللي فاتحين من البي دي اف ده، سؤال 20، ثانية واحدة يا شباب. ايوه رميناها بره خالص. عند حدوث مشكلة تقنية في شبكة الانترنت يسارع العملاء بالاتصال بخدمة العملاء للوقوف على اسباب توقف الخدمة او تعطيلها، ويستقبل الموظفون المكالمات ويقول لك اقفل الراوتر وافتحه تاني، اللي هو شكرا ما انا عملتها قبل ما اكلمك. ويوجهون الكثير من الانفعالات الحادة قد تصل الى حد الاهانة ليهم. انتوا شركة بنت يا ابني اهدى مش كده، اهدى، ما تبقاش منفعل، لازم تبقى ناضج انفعاليا. يعني اعمل ايه؟ تتعامل مع الاساءة بثبات وهدوء. تلاقي الراجل اللي بيرد عليك في المكالمة يقول لك حضرتك يا فندم. انت تبقى منفعل، بعد اذن حضرتك نراجع بعض البيانات يا فندم. يا ابني ايه البرود ده؟ وعشان انت اصلا منفعل اهدى اهدى اهدى. هم كلهم شركات بنت ناس. خليك هنا، روحي في اي داهيه بقى. سؤال 21، اثناء دخول المدرس الفصل شاهد طالبان يتشاجران فوجد انهم يتنفسان بصعوبه وبيطلعوا كلمات. بيتنفس منين؟ من جوه. سؤال 22، يحذر الاطباء من التعرض للقلق والتوتر الشديد والغضب عشان هيؤدي بيك للتدهور في المجال الوظيفي. حضرتك دماغك هتنسى، بيقول لك مش هتعرف تستدعي المعلومات. سؤال 23، استمعت لأحد البرامج الرياضية التي كانت تستضيف ملاكم شهير ولفت انتباهك انها على الرغم من القوة الواضحة في ملامحه الا انه قال ان خوفه من الهزيمة قبل اي ماتش بيخليه يستعد اكتر. فالراجل ده بينظم تصرفاته وبتقول له اعمل ايه؟ ناشف كده، شد حيله واديله. سؤال 24، قال كلما تملك الغضب في قلبك أكثر مما عانيته في الماضي كلما فقدت الفرصة في احتمال حصولك على حب جديد في المستقبل. الراجل ده قال لك تحرر يا أخي، تحرر من السلبي وخليك إيجابي. شوف إيه أحسن واعمله الليلة دي حاجات صغيرة تخلي الكل يحبك، نظرة ابتسامة بس تكون من قلبك. يا اسفلت والرجاله كلها. سؤال 25 يعرفها دافيد انها حاله داخليه تتصف بجوانب معرفيه خاصه واحساسات وردود افعال فسيولوجيه وسلوك تعبيري معين. طب يا ابني ما احنا في درس ايه؟ بالمناسبه فرق لي بين المثير والاستجابه والدافع والنشاط والدراسه العلميه. سؤال 26، تعين الفرد على حل المشكلات المحيطة به وذلك لأن تراكم المشكلات وتركها بدون حل عادة ما يؤدي بالفرد إلى توتر وقلق والاضطرابات، فهي بتخليك تعرف تعيش. سؤال 27، الفرد المتطلب. بص احنا اسفين جدا لحضراتكم بس دي غلطة مطبعية.
الفرد متطلع للتفوق مش القرد، لا. شغل داروين ده مش عندنا، احنا ناس مؤمنه بالله. الفرد متطلع للتفوق، صبروا عليا اللي كتب البتاع دي. للتفوق تنتابه حالة من الحماس توجهه للحصول على كثير من التدريبات اللي بتساعده على زيادة مهاراته المهنية. فهي هنا بتديك ان انت تبقى احسن، يبقى ده تنشيط. ثانية واحدة، راحة فين؟ ايه دي؟ سؤال 28، مش احنا لسه حالين 28 ولا اللي فات ده كان ايه؟ ثانية واحدة نرجع، اللي فات كان 27. اوكي عشان نفتكر. ثانية واحدة، ايوه تعالى، انت تعبتيني معاكي، تعبتيني والله. عند الإعلان بالإذاعة المدرسية عن حصول أحد أصدقائك على جائزة المركز الأول في الإلقاء، صفقت تصفيق حاد. ليه يا أخويا حبيبي؟ أنا بسقف بإيه؟ ده من بره صح؟ الله يا أخويا يا كلب البحر يا جميل. فده جانب خارجي. سؤال 29، الزهو هو الإعجاب بالنفس والتعاظم والكبرياء، وقد ظن كاذب يعطي الفرد استحقاق لمرتبة لا يستحقها، وغالبا ما تكون مجرد ستارة تغطية العيوب والنقص. طب ما دي حاجات مش حلوة. طب دي نتائج منبوذة. سؤال 30، إذا رأيت رجلا يعلق طفلا من رجليه، ماسكه كده هون وبيضربه على ظهره، فده انت غالبا في الاول هتغضب، لكن لما تعرف ان هو الراجل الواد ده بلع جنيه، يبقى يتكلم 3 دقايق. احنا اسفين. فالراجل بيحاول ينقذه، فساعتها انت غضبك هيزول. دي ايه؟ خبرة ذاتية، شعوري يا ولد. بقول لك ايه بالمناسبة، قول لي ايه فوائد الانفعالات تحت في الكومنتات. يا ابني والله ما اقرا السؤال. درس على الانفعالات هتبقى اجابته ايه يعني؟ طبعا هو في الاسئله العامه ماشي، بس هنا يواجه بعض الاطفال الصم السلوك الاجتماعي العنيف كالاساءه الانفعاليه والتخطي مثل هذه الاساءات، فيحاول يخسر نفسيا يكسبها الاطفال دليل الشعري بالتعامل مع بيقولوا لهم يعملوا ايه؟ هم بيقولوا لهم امسك نفسك يا ولد، بيحاولوا يعلموا. خد لي بالك، هم 3 حاجات مهمه قوي تركز فيهم. سؤال 33، بيقول قد يحاول البعض السيطرة على دموعهم ومنع نزولها عند تعرضهم لموقف تطفر فيه الدموع. المفروض يعيطوا، لكن الناس دي بتتماسك. احنا بنعيط منين؟ من جوانا، جسمنا. يا رب نمسك نفسنا، لان حلمنا ان محدش يبقى زينا. ايه الكلام الشعري الجميل ده؟ يقول احمد شوقي: ما لي غضبت فضاع أمري من يدي، فالأمر يخرج من يد الغضبان. ما لي كصوت. ماشي، أنا مسكت، المفروض أمسك نفسي. ماشي، مالي والجزائر. قالش رياضي ملناش دعوة. سؤال 35، يقول أرسطو: نزل برغباتك إلى مستوى دخلك الحالي وارتفع بها عندما يسمح لك ذلك بدل. يعني أجل انزل برغباتك، يعني تأجل اللذات العاجلة. سؤال 36، الاتزان هو الوسط اللي بيمثل العدل بين الأشياء. يعني حضرتك خليك متزن، ما تروحش وتيجي، خليك ثابت على المبدأ، ثابت انفعاليا. بقول لك ايه صح، فرق لي بين الانفعال الكويس والانفعال الوحش اللي هو المعتدل والسلبي. سؤال 37، اثناء ذهابك مع والدتك للتسوق لاحظت وقوف فتاه صغيره كده بتبص يمين وشمال واذا بها تقطب جبينها لكثره السيارات بالطريق، مش عارفه تعمل ايه. حضرتك قمت رايح مساعدها، الله عليك، دي بتخدم عمليه التواصل. فهمت من وشها انها خايفه فساعدتها. سؤال 38، سجل بعض الباحثين عدد من المظاهر الانفعاليه السائده في ثقافات معينه دون الاخرى، فوجدوا ان اخراج اللسان تعبير عن الدهشه في احد البلدان. يعني هو نفس التصرف بس ليه منظر هنا ومنظر هنا، ده بيبان علينا خارجي. سؤال 39، ان الانفعال الشديد هو العدو اللدود للتفكير الهادي المنظم، لانه يحصر تركيز ذهن فرد في قضيه واحده، بيخليك غصب عنك تفكر في حاجه واحده، بيقفل لك دماغك. ايوه بالظبط، غموض فكري.
ومش هقول لك جمود كنترول والجو ده عشان ايه، هلاقيك رديت عليا وقلت لي جمود نور، فهقول لك خلينا ساكتين بقى. سؤال 40. عند التوتر والغضب يضطرب افراز بعض هرمونات. بص حضرتك وش كده، فدي بتهيئ جسمنا للموقف، هرمونات من جوانا. سؤال 41. عند سماعك لصراخ احد السيدات من الجيران يوميا يا لهوي فبتغضب كثيرا لاعتقادك انها تتعرض للعنف وان هناك من يؤذيها، فناقشت ابوك ليتدخل وحاول ان يوقف معاناه هذه السيده، ووجدته يوضح لك بانها مريضه وبتتعالج، وحضرتك هي بتصوت عشان تعبانه. فحضرتك هنا بتتغير نظرتك للامر لان تغيرت الخبره المعلومه. يا سلام عليك. سؤال بقى 42. قال لك اذا رايت رجلا يمسك بمسدس في عربه المترو هتخاف قوي، ولكن اول ما تعرف ان المسدس ده لعبه مش هتخاف ولا حاجه. ليه؟ ده جانب ذاتي، خبره ذاتيه. بص خلي بالك ان فيسيولوجي يعني جسمي داخلي جسمي، هو بيلعب عليك ان انت تاخد ان ذاتي ده جسمي، ده طبعا لو انت ما بتذاكرش. سؤال 43. قيل للمتنبي فلان يهجوك، يعني فلان بيشتمك، فالمتنبي اجاب هذا صعلوك يريد ان ارد عليه فيدخل التاريخ. الله عليك يا متنبي، مش اي حاجه تحركك، راجل راسي ثابت على المبدأ. سؤال 44. تقول ماري كوري لا انا نخاف فقط اللي احنا مش عارفينه معلومات شعوري. وتنتهي الرحله. نشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنساش اللينكين تحت، واحد لكل الملخصات واحد لكل فيديوهات الحل. واهلا بيك معانا على القناه. كان معكم مستر ابراهيم ابو بكر، ودي قناه ابرا على اليوتيوب. سلام يا صديقي.